زي النهارده ومن 9 سنين وتحديدا يوم 3 نوفمبر 2016 صحي المصريين على قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف. وهذا الكلام كان نتاج مباحثات وكلام كتير جدا وتهيئة للشعب المصري بالتعويم. وقالوا ان هنعمل تعويم علشان مصر تفرح ومصر تنهض والمواطن البسيط يشعر بالرخاء. وكتير من الخبراء والأكاديميين والاقتصاديين وقتها حذروا الدولة المصرية من قرار تعويم الجنيه، لأنه جاء امتثالا واستجابة لشروط صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتدرج رفع الدعم بشكل تدريجي، علشان يتم الرفع بشكل مؤقت ثم يكون الرفع بشكل كامل. ومرت 9 سنين ولم يشعر المواطن البسيط الغلبان المطحون بآثار السياسات الاقتصادية العظيمة اللي الدولة بتتكلم عنها، وما شافش المواطن المصري البسيط آثار الطفرة الاقتصادية اللي الدولة المصرية بتتكلم عنها. حين يخرج رئيس الوزراء أو وزير المالية أو أي مسؤول في مصر يتحدث عن طفرة اقتصادية هائلة تحققت في المجتمع وفي الدولة المصرية، لدرجة أن وزير المالية الأسبق محمد معيط لما سألوا الأستاذ نشأت الديهي طب القروض والديون الكتير دي لما تخلص يعني هتعمل ايه، فيقول له هستلف تاني. اذا فهي دولة قائمة على القروض. طيب انا ليه بتكلم في الموضوع ده؟ بتكلم في الموضوع ده عشان هوجة الكلام الكبير في حاجات كتيرة جدا. احنا عملنا المتحف المصري الكبير يا جماعة، فاحنا هيضر على مصر حالة اقتصادية عظيمة جدا، ومصر هتنهض بهذا المشروع، مشروع المتحف المصري الكبير، وهو مشروع مهم. لكن هل المواطن المصري هيشعر، البسيط يعني المطحون الغلبان، هيشعر بآثار التنمية الاقتصادية الناتجة عن جذب السياح للمعرض او للمتحف المصري الكبير؟ مواطن هيصحى الصبح يلاقي نفسه عارف يشتري وعارف ياكل وعارف يشرب وعارف يعيش وعارف يتعشى وعارف ينام من غير عشاء ولا لا؟ طب هل احنا خدنا وعود من الحكومة؟ خدنا وعود. لو رجعت شوية من 10 سنين في 2015 قال لك قناة السويس الجديدة، وبعدها بشوية قال لك المؤتمر الاقتصادي اللي هيعمل حاجات عظيمة جدا في مصر، وقال لك مصر بتفرح ومصر بتنهض، وبعدين قال لك العاصمة الإدارية الجديدة، وبعدين قال لك مشروع العلمين الجديدة ومشروع راس سدر والمشروعات القومية والمونوريل وكل هذه المشروعات اللي هتدخل دخل كبير جدا لمصر. طب هل المواطن المصري شعر بهذه الطفرة؟ لم يشعر المواطن المصري بهذه الطفرة. المواطن المصري ما زال فقير، ما زال غلبان، ما زال مطحون، ما زال الحد الأدنى للأجور 6000 و7000 جنيه داخل مصر. يبقى انت ما تزعلش بقى لما الناس ما تبقاش مصدقه الفرحه الكبيره العظيمه اللي حضرتك فرحتها من يومين في افتتاح المتحف المصري الكبير، لان المصريين لم يذوقوا هذا الخير ابدا. شافوا كلام وشافوا تصريحات وشافوا بيانات، لكن ما شافوش حقيقة على أرض الواقع. فما بقاش فيه ثقة، لأن أصلا ما فيش شفافية. يعني الدولة ما تطلعش تقول للمواطن هي بتعمل إيه، ومن ثم المواطن لا يشعر بالثقة من الدولة المصرية، لأنها كثيرا ما تعد ولم تفي أو تفي أبدا بما وعدت. 9 سنين على تعويم الجنيه، 3 نوفمبر 2016. إلى اللقاء.